كيفية الشفاء من مرض السكر من النوع التاني. أنا واحدة من الناس كنت مريض السكر من النوع التاني، والتزمت بحاجات معينة، والحمد لله في خلال شهور قليلة تخلصت تماما من مرض السكر. لو عايز انت كمان تكون تجربة شفاء من مرض السكر، تابع معايا الفيديو للآخر. لو أول مرة تشوفوني، أنا سارة عبد العزيز، دكتورة صيدلانية مهتمة بالتغذية العلاجية وبطب الأعشاب وبكل حاجة متعلقة بمريض السكر. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أنا وملايين من الناس، ملايين فعليا من الناس، قدروا ان هم بكرم ربنا طبعا وبفضل ربنا ان هم يتخلصوا من مرض السكر من النوع التاني. مرض السكر من النوع التاني مرض مش بيجيلك ما بين يوم وليلة، مرض بياخد وقت طويل وبياخد تطورات كتير علشان يوصل لمرحلة ان انت فعلا تبقى مريض سكر. اول حاجة علشان تفهم ازاي تتعالج من مرض السكر من النوع التاني هي ان انت اصلا تفهم المرض بتاعك، تفهم هو ازاي جه وايه اللي حصل وايه الحاجات اللي بتسببه. انك تفهم مرضك اول خطوة في طريق الشفاء. لما بنفضل مع الوقت ناكل اكلات كلها كربوهيدرات وكلها دهون مشبعه وسكريات عاليه ونشويات عاليه، وناكل كميات كبيره من الحاجات دي وحتى كميات قليله لكن من الحاجات اللي كلها سكريات وكلها نشويات، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل المفروض اصلا في الطبيعي ان احنا اول ما بناكل اي حاجه، كل اغلبيه الاكل اللي بناكله جزء منه او كله بيتحول الى سكر، والسكر ده بيبقى موجود في الدم. تمام؟ وجود السكر في الدم ده مش حاجة صح ان هو يفضل موجود في الدم، لان هو يعتبر حاجة توكسيك، حاجة سامة. ما ينفعش السكر يفضل، لو فضل موجود في الدم هيبقى حاجة بتضر مش بتفيد. علشان كده المفروض الطبيعي اللي بيحصل ان البنكرياس اول ما بيلاقي ان في سكر في الدم، حضرتك اكلت حاجة وتحولت لسكريات واصبح في سكر في الدم، يبتدي البنكرياس يفرز انسولين علشان الانسولين ده يروح يشيل السكر اللي موجود في الدم ويروح يدخله للخلايا. الخلايا الغذاء بتاعها هو السكر، بتبتدي انها تبتدي تكون الطاقه اللي هي محتاجاها. دي الطريقه النورمال اللي المفروض الجسم شغال بيها. لما بنفضل احنا بقى نستنفذ الجسم ونستهلك كميات كبيره من النشويات والسكريات حلويات والحاجات دي كلها، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البنكرياس عشان يقدر يقاوم كمية السكر الرهيبة اللي عمالة تتكون في الدم بيبتدي يفرز كمية كبيرة من الانسولين. تمام؟ فافراز الانسولين مع الوقت مع سنين، حضرتك ممكن تفضل سنين عمال بنفس اللايف ستايل بتاعتك، ايه اللي بيحصل؟ البنكرياس بيرهق بعد كده، تبتدي بقى تدخل في حالة اسمها مقاومة انسولين اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي قبل كده. مقاومة الانسولين ايه اللي بيحصل فيها؟ بيبتدي البنكرياس يفرز انسولين وكل حاجة علشان ياخد السكر، وياخد السكر فعلا ويروح للخلايا، لكن الخلايا مش بتحس بيه، خلاص قفلت من ناحيته، مش راضية تفتح للانسولين، فمش راضية تاخد السكر اللي موجود في الدم، فيبتدي السكر يتكون في الدم، فيبتدي سكر الدم يعلى تدريجيا. طبعا كل الكلام ده بياخد سنين، بياخد اوقات طويلة من ارهاق للبنكرياس والمشكله للخلايا بسبب المقاومه. مع الاستمرار برضو في نفس النظام الغلط، ايه اللي بيحصل؟ بتدخل بعد كده من مرحله مقاومه الانسولين لمرحله ما قبل السكر، وكل ده المقاومه عماله تبقى اشرس وعماله تبقى اقوى، وبعد كده توصل لمرحله خلاص البنكرياس مش قادر يفرز نفس الكميه اللي كان بيفرزها، مش قادر يتعامل مع كل الكم اللي بيدخله من النشويات ومن السكريات ده. كميه السكر خلاص ابتدت تعلى في دمك بشكل كبير، بتدخل في مرحله مرض السكر. يبقى انا دلوقتي فهمت المرض بتاعي وفهمت ايه اللي بيحصل، اعمل ايه؟ هو ايه الحاجات اللي انا المفروض ان انا اعملها علشان فعلا اقدر انا كمان اتعالج من مرض السكر؟ اول ما بيجي لك مرض السكر بيبقى قدامك حل من اتنين، وعلى حسب حالتك تتجه يا اما انك تغير نظام حياتك، يا اما ان انت تبتدي تاخد ادويه علشان تتحكم لك هي في نسبه السكر بتاعه دمك. ولو اعتمدت عليها لوحدها، كل اللي هيحصل ان انت مع الوقت هتبتدي تزود الجرعات وهتبتدي تزود انواع الادويه، وتوصل بعد كده لمرحله ان انت الادويه نفسها مش جايبه معاك نتيجه، فتحتاج ان انت تاخد انسولين. الاختيار الثاني هو ان انت تبتدي تغير نظام حياتك. ابتدي بقى اعالج مقاومه الانسولين دي واتخلص منها. ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي ان انا النشويات والسكريات اللي كانت عماله تعلي لي سكر الدم وهي السبب في كل المشاكل دي، ابتدي ان انا اقللها تماما تماما. ابتدي اغير نوعيه النشويات اللي انا باكلها، بدل ما باكل النشويات زي الدقيق الابيض والسكر استخدم نشويات معقده، استخدم الشوفان، استخدم الفريك، استخدم البرغل، دقيق الحبه الكامله. ابتدي اغير نوعيه النشويات اللي بستخدمها ونوعيه الاكل اللي باكله، وكمان ابتدي اقنن في استخدامي ليها. لازم في الفتره الاولانيه على الاقل لسه بتحكم في الموضوع وبحاول الم الدنيا على قد ما اقدر، لازم اقلل كميه النشويات اللي باكلها. ما بقولكش تمنعها، لو قدرت ان انت تمنع بنسبه كبيره يفضل، خصوصا في الفتره الاولانيه. لكن لو ما قدرتش، ممكن ان انا واحده من الناس كل اللي عملته ان انا ابتديت ان انا اقلل تدريجيا
العيش ابتديت ان انا اقلله تدريجيا. المكرونه الحقيقه انا منعتها تماما. بالنسبه للرز ابتديت ان انا اقلل الكميه بتاعته بشكل كبير وازود كتير قوي في الخضار، سواء الخضار المطبوخ او السلطه. يعني باخد كميه خضار كبيره مطبوخه، وباخد طبق سلطه كويس جدا، وباخد البروتين بتاعي. يبقى انا قننت كميه النشويات اللي انا باخدها. منعت السكر الابيض. ابتديت انا عن نفسي ابتديت ان انا استخدم سكر دايت. تقدر حضرتك لو عندك المقدره ان انت تبتدي تقلل السكر واحده واحده تدريجيا. ازود الخضار، ازود الورقيات بشكل كبير. لازم اوقف الزيوت المهدرجه والسمن النباتي. الزيت اللي المفروض حضرتك تستخدمه هو زيت الزيتون. السمنه اللي هتستخدمها تكون سمنه طبيعيه، وكمياتك لازم تكون مقننه. مش معنى ان هم حاجات طبيعيه وان هم حاجات صحيه ان انا ازود في استخدامهم، لا، لازم اقلل في استخدامهم، ما اخدش اكتر من الكميه اللي انا المفروض اخدها. تمام. اهتم بالمكسرات، احاول ان انا ادخل المكسرات في نظام الاكل بتاعي، لان المكسرات ممتازه ومليانه دهون صحيه مفيده جدا لمريض السكر، ومفيده جدا للكوليسترول والمريض الضغط والقلب. لان كمان على فكره كتير جدا من الناس اللي بقى عندهم سكر لما بييجوا يعملوا التحاليل في بدايه السكر بيكتشفوا ان هم عندهم نسب عاليه من الكوليسترول والدهون الثلاثيه. تمام. المفروض ان انا ازود شرب الميه، المفروض ان انا اهتم بالرياضه، لازم اهتم بالرياضه، لازم اتمشى. يعني مش لازم اعمل رياضه قويه، ممكن ان انا مجرد ان انا اتمشى كل يوم عدد دقائق معينه، حتى لو ابتديت ب5 دقائق، في 10 دقائق، في ربع ساعه، ممتاز جدا. لازم يبقى في حركه. هعمل تمارين في البيت، هعمل اي حاجه، المهم ان انا يبقى في حركه، ما يبقاش فيه كسل. تمام. طيب تالت حاجه ايه هي؟ تالت حاجه الصيام، سواء الصيام الاسلامي او الصيام المتقطع، هما الاثنين ممتازين. المفروض ان انا اركز جدا على المشروبات اللي بتساعدني في التحكم في سكر الدم، واللي بتظبط وبتقلل مقاومه الجسم للانسولين، اللي اتكلمنا عنهم قبل كده كتير. اول حاجه الحلبه، حب الرشاد، القرفه، الكركم، بذور الرجله، الترمس المر. الحاجات دي لازم تبقى موجوده في يومك، سواء الوصفات اللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو، او سواء هتاخدها كمشروبات. المهم ان انت يومك ما يعديش من غير ما تكون واخد الاعشاب اللي بتساعد في التحكم في سكر الدم. المستطيل بتاعنا ده المكون من الاربع اضلاع، لو فعلا قدرت ان انا اركز عليه واهتم بيه يساعدني فعلا ان انا اتخلص من مرض السكر. الاضلاع بتاعه المستطيل بتاعتنا عباره عن تغيير نظام الاكل بتاعنا، اقلل النشويات وامنع السكريات. تمام. وزود الخضار واهتم بالبروتين وادخل الدهون الصحيه في الاكل وامنع الدهون الغير صحيه. تاني حاجه الرياضه. تالت حاجه الصيام، سواء الصيام العادي او الصيام المتقطع. رابع حاجه الاعشاب بتاعتنا. تمام. الاعشاب علشان تتخلص من مرض السكر من غير ادويه. طيب لو حضرتك بتاخد ادويه مفيش اي مشكله، تقدر ان حضرتك تعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها قبل كده مع الادويه بتاعتك، لكن ناخد بالنا من القياسات، لان الاعشاب اللي احنا قلنا عليها ونظام الحياه اللي احنا بنتكلم فيه لو حضرتك فعلا التزمت بيه هيساعدك بشكل كبير جدا، وهيقلل مستويات سكر الدم. فتلقائيا الطبيب بتاعك هيحتاج ان هو يقلل لك الجرعات او يقلل لك انواع الادويه اللي انت بتاخدها، وده هيبقى طبعا افيد لحضرتك. سواء حضرتك بتاخد ادويه او مش بتاخد ادويه، التزم بالاربع خطوات اللي اتكلمنا عنهم، هيفرقوا معاك تماما باذن الله، وهيساعدوك تتخلص تماما من مرض السكر. وهسيب لكم تحت الفيديو اكتر من قصه نجاح لناس قدرت فعلا بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي انها تتخلص تماما من مرض السكر. وقبل كل ده لازم زي ما اتكلمنا في الفيديو قبل كده إرادة الشفاء، ان انت يبقى عندك إرادة شفاء، واثق في ربنا 100% ان انت ان شاء الله هتخف، وان انت هتقدر تتخلص من المرض بتاعك، لان إرادة الشفاء زي ما حفز جهاز المناعة بتاع الجسم اكتر من 60%. عشان كده من غير إرادة الشفاء كل اللي احنا قلناه ده مش هيبقى ليه اي لازمة. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وشير، وتعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب، ولايك لصفحة الفيسبوك، وفولو على الانستجرام والتيك توك. السلام عليكم.